السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا في نعمه والحمد لله. ربي يدومها عليا وعليكم ان شاء الله. في بدايه الفيديو حبيت نهنئ لاي شخص تحصل على شهاده البكالوريا، واللي ما جابوش عندهم فرصه العام الجاي ان شاء الله وكامل يجيبوه. نرجع معكم هنا للوصفه تاعي. انا هنا كنت درت طاجين الخضره ساهل والبنه ولا اروع. نتمنى كامل تجربوها معايا. هنا نتابعوا المقادير وطريقة التحضير. هنا كنت درت الخضرة معاكم. هنا قطعتها كامل مربعات، الخضرة اللي تكون متواجدة عندك. والله ننصحكم بزاف بهذه الوصفة، لأنه ولادنا ما ياكلوش الخضرة. أنا هنا حبيت نغير في هذه اللمسة وحبيت نديرها لكم باش ولادكم كامل ياكلوها، وما من اللي الزوج تاعها ما ياكلهاش. ديرها له على بالي بلي كامل راح تعجبهم. انا هنا حكمت الكوكوط، درت فيها الكويس تاع الدجاج، وهنا ضفت لها شويه تاع الزيت. هذه الوصفه لا بالي بلي راح ديروها وتعجبكم، وما تشدش معكم الوقت، في وقفه راح ديريها. هنا درت عليها البصل. هنا انا ما رانيش دايرتها فوق النار، راني حطيتها على برا. درت عليها زروديه هنا ثاني، قطعتها مربعات ضفتها عليها. وهنا زدت ضفت عليها الكورجيت ثاني، كنت مقطعتها مربعات. دي الخضره اللي كانت متواجده عندك. وهنا راني زدت ضفت عليها البطاطا ثاني، كنت قطعتها مربعات. وزدت درت عليها الطماطم ثاني، كنت مقطعتها مربعات. هذه الخضرة ديريها كامل وديريها بارد في بارد، يعني تخلطيها كامل مع بعض بارد في بارد. وهنا راني زدت ضفت انايا زوج سنات تاع ثوم. انا هنا كنت درت عليها شويه حمص، وخيرت ان نخير هذاك الحمص الرقيق. مينت اذا ما كانش عندك الحمص تقدري ديريها بلا حمص، ولا تقدري تعوضيها بالجلبانه، عندك اختيار. وهنا زدت عليها شويه تاع الملح، وخلطتهم كامل بارد في بارد. كيما راكم تشوفوا هنايا انا ما زدت عليها حتى اضافات، خلطتهم كامل هنايا مع بعض. فوالا. وهنا راح ندير عليهم الماء، وبعد ما حندير الماء ما حنقليهم، ما راح ندير والو. هنا ندير الماء نغطي كامل الدجاج تاعي والخضره. انا هنا راح نسكر على الكوكوطه تاعي معاكم، وراح نديرها طيب. بعد ما طيب نص ساعه راح تكون كافيه. حتى يطيب لنا الدجاج والخضره هذه كامل الطيب. هنا كانت طابت الخضرة تاعي معاكم، ومام الدجاج هذاك طاب، راح نخلي فيها شوية تاع الماء. كما راكم تشوفوا هنايا راهي طابت كامل. راح نحي هذاك الدجاج. انا هنا جبت معاكم بلا تاع الدجاج. ندير نحي في هذاك الدجاج نديرو كامل. ومن بعد راح نفرغ معاكم هذه الخضرة، حنفرخها هنا فوق الدجاج، ونخليه شويه تاع الماء باش تزيد تكمل الطياب تاعها في الفرن. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا. نسوي كامل الاطراف، فوالا نهبطها كامل. وانا هنا راني حنزيد لها مثلثات فرماج، راح يزيد لها البنه للداخل في هذيك المرقه. فوالا انا اذا كان عندك بزياده زيدي ديري لها. انا هنا واش كان متواجد عندي. وهنا راح نشعل الفرن من تحتها ونخليها تنشف معايا كامل وتطيب. كيما راكم تشوفوا هنا راني شعلت عليها من تحتها وراهي طيب. وهنا بعد ما كانت شربت معايا كامل وطابت انا خرجتها، زدت لها فرماج شيدار من الفوقه باش يطيب لنا هذاك الدجاج محمر، يتحمر لنا من الفوق، ومام يعطي لها لمسه شابه.
حنرجعها ونشعلها من الفوق. وهنا كانت واجده معاكم كما راكم تشوفوا، جات في البنه ولا اروع ولا اروع. ننصحكم كامل تجربوها. وهذاك الدجاج ثاني طاب معانا، والخضره ثاني طابت، وعلى بالي بلي راح تقولوا لي الخضره راح تبقى مي بنتها تتغير تماما. ننصح كل وحده ولادها ما يحبوش الخضره تجربها معاهم، وخلوا لي تعليقاتكم الحلوين، وما تنسونيش بالدعم بالاشتراك والجيم حتى تكبر عائلتنا. فوالا راني هنا حطيتها معاكم. انا هنا كنت درتها للعشاء، كانت خفيفه وكانت في بنتها روعه، وان شاء الله نكون خفيفه على قلبكم حبيباتي. ما تنساو